الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم الصحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية. إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة معنا تفسير رؤية موت الزوج في المنام وبكاء الزوجة عليه. في سيدات كثيرة ترسل لي هذه الرؤية، إن هي بتشوف إن زوجها مات في الحلم. تمام؟ فعشان كده حبيت إن أنا أعمل الحلقة دي. فهنتكلم من خلال الحلقة رؤية موت الزوج في المنام، ودلالات رؤية موت الزوج في المنام، وموت الزوج في الحلم والبكاء الشديد عليه، وتفسير حلم قتل الزوج في المنام، وأيضا الحزن والحداد على الميت، وأيضا تفسير موت الزوج في حلم الحامل، وتفسير موت الزوج في الحلم للأرملة، وتفسير وفاة الزوج للفتاة الغير متزوجة. فرؤية موت الزوج في المنام تعد رؤية المتزوجة لزوجها في منامها يموت أو مات، فهي من الأمور المفجعة، من الأمور اللي هي بتسبب إحساس كبير من الخوف والشعور بعدم الأمان، وذلك لأن الزوج الصالح هو بمثابة إيه؟ بمثابة السند لزوجته، وأيضا هو الأخ، وهو الأب، وهو الصديق، وهو الحبيب، وقد يكون أيضا هو الابن لها. تمام؟ ورؤية موت الزوج في المنام لها عدة دلالات وتفسيرات، حيث قد تشير إلى إمهال إعطاء الزوجة فرصة ثانية في أحد الأمور التي فقدتها الزوجة خلال حياتها، أو قد تشير تلك الرؤية إلى انشغال بال الزوجة بأحد آخر غير زوجها، وليس المقصود هنا رجل آخر، بل اهتمامها بأشخاص آخرين في أسرتها على حسب زوجها وإهمالها له. يعني ممكن تهتم بأولادها وتهمل في زوجها، تهتم بالعمل بتاعها، تهتم بالمنزل وتترك زوجها. وقد يدل موت الزوج في منام زوجته إلى غربة، تدل على سفر أو غياب طويل سيتعرض له الزوج نتيجة السفر، زي مثلا الإنسان يسافر سفر يغيب فيه عدة أعوام، تمام، من أجل لقمة العيش. أيضا قد تدل الرؤيا على إصابة الزوج بمرض أو مصيبة كبيرة لا قدر الله. ورؤية الزوجة في حلمها أن زوجها المسجون قد مات، يعني هي زوجة في الحقيقة بيكون مسجون وشافت في المنام أنه هو مات، فهذه الرؤيا تبشر بالخير، تدل على الفرح، وتدل على خروج الزوج من سجنه أو حبسه أو أسره. وقد تدل أيضا هذه الرؤيا على رؤية الزوجة لموت زوجها بحملها. تمام؟ قد تدل إلى الحمل، أو قد تدل إلى الطلاق والانفصال، أو تدل على الهجر، هجر الزوج لزوجته، أو جفائه لها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طب بالنسبة لدلالات رؤية موت الزوج في المنام، فالزوجة التي ترى موت زوجها في الحلم ويصاحب هذا الموت مراسم طبعا العزاء، زي الغسل أو التكفين أو البكاء، فهذا الحلم يشير إلى صحة الزوج، ويشير إلى طول عمر الزوج. الرؤية دي بتبشر بإيه؟ صحة الزوج، وتبشر بإيه؟ بطول عمر الزوج. إلى أن تلك الرؤية تدل أيضا إلى أن هذا الزوج بعيد عن طرق الهداية، أو بعيد عن طرق الصلاح، أو تدل على ضعف إيمان الزوج. ورؤية وفاة الزوج المسجون والبكاء عليه بيبشر بإيه؟ بفك أسره وحبسه بعد فترة قليلة. ورؤية موت الزوج والبكاء بكاء زوجته عليه، وكان الزوج في حقيقة الأمر بيعاني من مشاكل أو أزمات أو عسرا
فهذه الزوجة عليها أن تستبشر خير بانتهاء كافة المشاكل والنجاة من أي مصائب ستواجهها بإذن الله تعالى. ورؤية المرأة في منامها أو الزوجة لزوجها المسافر قد مات وهي بتبكي عليه في المنام، فذلك الأمر تأويل الرؤيا بتدل على غربته الطويلة، بتدل على غربته الطويلة في هذا السفر، وموت الزوج والبكاء الشديد عليه عندما ترى المرأة ذلك، فده دليل على تحسن حالة زوج المرأة الحالمة. وكذلك يشير هذا الحلم إلى إيه؟ إلى أن الزوجة غير مهتمة بزوجها ومنصرفة عنه بسبب أمور أخرى. وإذا حلمت الزوجة بوفاة الزوج والبكاء عليه، تمام، فهذه الرؤية بتشير إلى الفرح وانقضاء الصعاب التي تواجهها إن كانت لديها صعاب في الحياة، تمام. أما إن رأت أنه مات في منامها وأخذت تصيح على إيه؟ يعني إيه الصياح بمعنى الصراخ، تصرخ في منامها لما علمت أن زوجها مات، فهذه الرؤية لا خير فيها، تمام. هذه الرؤية يعني تشير إلى المشاكل وتشير إلى إيه؟ النزاعات. أما بالنسبة لرؤية حلم قتل الزوج في المنام، تشير جريمة القتل أثناء النوم إلى الشعور بالحيرة والتوتر، وأيضا تدل على شيء غير سار، تدل على إيه؟ أمر غير سار. ورؤية قتل شخص أثناء النوم أو يعني تم قتل شخص أمام الشخص الحالم، فهذا يشير إلى إيه؟ قلق وتوتر نفسي في الحقيقة، تمام. أما الحزن والحداد على الميت، لو حلم الشخص إنه حزن بشدة على الميت في المنام، فدي إشارة إلى السرور والانبساط الشديد. ورؤية الحزن والغم الشديد على المتوفي في المنام، هذه الرؤية تدل أن صاحب الرؤية سيرزق بكثير من الأموال بمقدار حزنه، تمام. وبالنسبة للمرأة الحامل إذا حلمت بموت زوجها أثناء النوم، دل ذلك على عدم اكترائها للزوج أو انشغالها بالطفل الجديد. ورؤيتها لموت زوجها في منامها المرأة الحامل وشافت مراسم الموت في الحلم، هذه الرؤية تدل على عمر زوج المرأة الحالمة، يعني أنه طويل، وتدل أيضا على تحسن أحوال الزوج. وعندما ترى المرأة الحامل بموت الزوج وكانت تبكي عليه بكاء بكثرة، فهذه الرؤية تدل على إيه؟ على سعة الرزق، يعني تدل على الرزق الواسع. طيب بالنسبة للأرملة، رؤية السيدة الأرملة أثناء نومها لزوجها المتوفي، فهذه الرؤية تشير إلى عدم الإحساس بالأمان، تشير إلى إيه؟ عدم إحساسها بالأمان وخوفها مما هو قادم. وتشير أيضا هذه الرؤية رؤية الزوج المتوفي في منام الأرملة، لو شافته في منامه يعني وهو ميت في المنام، تشير إلى أنها قلقة من أمر ما في حياته، قلقة إما على أبنائها أو بناتها، أو قلقة على الظروف المادية التي تعيش فيها، تمام. وبالنسبة للفتاة الغير متزوجة، يعني سواء كانت مخطوبة أو غير مخطوبة، وشافت في المنام إن هي تزوجت من شخص وتوفى هذا الشخص في المنام، يعني فالرؤية دي بتشير على حدوث يعني علاقة فاشلة، سواء علاقة خطوبة أو علاقة يعني الزواج القادم هيكون زواج فاشل، لأن الموت بيعني الفراق بالنسبة إيه للفتاة اللي هي غير متزوجة. ورؤية المخطوبة للشخص المخطوبة له يتوفى إشارة إلى حدوث مشاكل بينهم. المخطوبة لما تشوف خطيبها بيتوفى في الحلم، دي بتدل على حدوث مشاكل بينهم وتدل على حدوث انفصال بينهما،
تمام. طيب لو عرفت في المنام، يعني جاء أحد بيخبرها وهي في الحلم موت الزوج من فرد آخر، تمام، فهذه الرؤيا بتدل على حدوث الكثير من الأشياء السيئة لصاحبة الحلم من الهم والغم والحزن، تمام. وأيضا تلقي خبر موت شخص في الحلم، يعني سواء للمرأة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة أو للرجل أو للشاب، تلقي أمر أو خبر وفاة شخص في الحلم، الرؤية هنا بتدل على الوفاة للشخص الحالم نفسه، أو رؤية يعني أو وفاة يعني هذا الشخص الذي بلغ بأنه مات. إما بتدل على موت الشخص صاحب الرؤية، أو تدل على موت الشخص نفسه الذي أتى خبره لصاحب الرؤيا. وهذا ما أردت أن أبينه لكم. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.